شايف مستوى حراس المرمى ازاي الفترة دي في نادي الزمالك؟ بص، هو طبعا الناس للاسف بتظلمهم، لان عواد وصبحي ومحمود الشناوي كمان الفتره اللي فاتت ولد صغير طلع معاهم. بيشوفوهم ان ساعات بيبقى مستواهم مش كويس، او في بعض الاخطاء في بعض الماتشات. انا بشوفهم ان هم جوان كويسه جدا. عواد جون كبير وعنده خبرات، وصبحي جون سنه مش هنقول لسه صغير، لا يعني سنه لسه بدري عليه. عنده موهبه كويسه جدا. هيستفاد مع عدد الماتشات المشاركه الفتره اللي جايه، والخبرات عنده هتزيد. هو للاسف الشديد اما بيبقى في مشاكل بتبقى حوالين الفريق، سواء بقى في وقت ان هم كانوا الاثنين عقدهم بينتهي وعاوزين يجددوا وفضلوا لحد اخر مرحله ما تجدد لهمش، فده طبعا بياخد من التركيز، فبيأثر عليهم على المستوى الذهني، فبيبقوش في افضل حالاتهم. ولكن اما بيبقوا كويسين جدا بيبقى كل الامور مستقره حواليهم. وده اعتقد اللي الناس شافته قبل كده، سواء في فتره عواد اما كان بيلعب او صبحي. فانا مش قلقان جدا على حراسه مرمى نادي الزمالك، بل بالعكس انا شايفها ان هي مستواها ما تقلش ابدا على مستوى الشناوي ومصطفى شوبير. ولكن الظروف بس بتختلف مع الامكانيات هنا واستقرار هنا، وبعض الحاجات اللي بتعطل الناحيه الثانيه عندنا في نادي الزمالك. حلو. طب ومين فيهم موسى في الفترة دي؟ انا شايف صبحي من الاجوان الكويسه جدا، موهوب، عنده امكانيات رهيبه، بيلعب برجله كويس من تحت، بيبدا مع اي مدير فني ليه علاقه باللعب بتاع البيلد اب، وان هو بيساعد بشكل كبير الفرقه ان هو يطلع بالكوره من تحت مع ضغط الخصم. عنده جامب كويس قوي، عنده رد فعل كويس، امكانياته الجسمانيه والفنيه عاليه جدا. فاعتقد ان هو لو مشي ان شاء الله على اهداف معينه وعلى حاجات يشتغل عليها ويطورها، اعتقد ان هو هيبقى في مكانه تانية.